الفانتزي. هنتكلم النهارده عن الفانتزي وهنقسمها لثلاث فقرات زي ما اتعودنا. فقرة استنى، ودي اللعيبة اللي هنستنى سواء نجيبهم او ما نجيب او نستنى ان احنا ما نجيبهمش دلوقتي. وفقرة ودع، ودي اللعيبة اللي احنا عايزين نودعهم خلاص كفاية قوي عليهم كده. وفقرة الحق، ودي اللعيبة اللي محتاجين ان احنا نلحق دلوقتي حالا نروح نجيبها. اول واحد معانا في فقرة استنى وهو اريولا عنده ماتشات مش سهلة، فانت استنى عليه شوية. عنده تقريبا 3 من 4 ماتشات اللي جايين صعبين، فانت استنى عليه. لو هو انت عايز تروح تجيبه استنى عليه. ولو هو عندك برضو ما تمشيهوش. هو بعد ما الثلاث ماتشات دول عنده ماتشات سهلة وكيكا بيجيب سيفز في الماتشات دي، فممكن يجيب نقط في الماتشات دي. ولكن برضو ما تجريش ان انت تروح تجيبه وتضيع تغيير على حارس، الا لو بتعمل والد كارد فهاته. تاني واحد معانا في قائمة استنى وهو ديفيد رايا احنا لسه مش عارفين هل هيلعب اساسي ولا لا، فانت استنى اديله ماتش وماتشين كمان. استنى شوف هو اللي هيلعب اساسي ولا رامزديل هيرجع تاني، ولا ان ارتيتا بيعمل روتيشن ما بينهم. فانت استنى الاول نتاكد نشوف مين فيهم اللي هيلعب اساسي، ولا هي هتفضل مدوره ما بينهم، وساعتها هنضطر ان احنا نبعد خالص عن الحارس بتاع ارسنال. وبرضه عندنا من ارسنال ساليبا عملوا ماتش دفاعي كويس. رايا لما جه الدفاع بتاعهم قوي اكتر وطلعوا بكلين شيت اخيرا من بقالهم فتره ما جابوهاش. فاستنى ما تبيعهوش، وبرضه لو عندك استنى ما تجيبهوش لما نشوف هل رامزديل هيرجع تاني، هل لو رايا فضل واقف هيكملوا في الاسلوب بتاعهم ده كويس ولا لا. وكمان عندهم ماتش صعب، فانت استنى شويه. بعد كده معانا ماتي كاش بقاله ماتشين ما بيجيبش نقط كتير، ولكن زي ما احنا عارفين ان هو بيلعب باك طاير. ولكن ظروف الماتشات، ماتش مثلا يطرد فيه واحد، ماتش دييجو كارلوس يتصاب فبيضطر ان هو يرجع يلعب بأربعة تاني، فبيضطر ان ماتي كاش يرجع لورا تاني. فظروف الماتش نفسه كانت بتحجم شوية من قدراته. ولكن برضه انت استنى عليه ما تبيعوش، احنا عارفين ان هو قدام ممكن يجيب اكتر. وعندنا بعد كده استوبينيان برضو استنى عليه، ما لعبش الماتش اللي فات، ولكن عايزك تاخد بالك ان هو ما لعبش الماتش اللي فات لان هو لاعب اخر ماتش مع المنتخبات. الاكوادور كانت اخر فرقة لعبة ولعبة اللي هو ايه، تاني يوم مثلا كانوا هيلعبوا الماتش، فكان طبيعي ان هو هيبقى بره القايمة. فعشان كده استوبينيان هنستنى عليه ما تبيعهوش. هو غالبا الماتش ده كان بيريحه عشان بس هو لسه راجع من التوقف الدولي وكان مسافر مكان بعيد واخر ناس لعبة والكلام ده كله، فعلشان كده هو غالبا ريحه، فانت استنى عليه ما تبيعهوش. وبعد كده عندنا من خط النص ديابي عمال بيجيب نقط، ولكن مش النقط اللي احنا كنا حابينها. ولكن انت اصلا مش لاقي حد يجيب نقط. يعني انت اساسا الجولة اللي فاتت دي انا لولا ساكا وساليبا وديابي ما كنتش جبت نقط. فماشي بيجيب 5 في 5 في 5، عنده استمرارية ان هو ما يبلانكش. تمام ماشي، هو ما بيجيبش كتير، بس انت اساسا محتاج ان حد يجيب اي حاجه، فانت استنى ليه طبعا ما تبيعوش. وبعد كده عندنا كمان من خط النص وهم اخر اتنين معانا وهم سون وماديسون. سون وماديسون الماتش اللي فات ما كانش احسن حاجه، ولكن زي ما احنا قلنا ان لما هيلعبوا الفرق الدفاعيه اللي بتدافع، سون مش هيعرف يبقى هو المهاجم. سون بيحب ان الفرق اللي قدامه تبقى مهاجمه على فرقته وهو يعمل الهجمات المرتده، ولكن ان هم يبقوا متكتلين ويبقى هو راس الحربه اللي بيتحرك على التكتل ده بيبقى صعب شويه عليه. هو بيحتاج مساحات اكتر. فسون وماديسون استنى عليهم جولتين كمان، هما كده كده ان شاء الله وهيجيبوا نقط كتير. وماديسون بالذات احنا شفنا اداء منه اكتر كمان من سون، فاحنا ان شاء الله واثقين ان هو هيجيب نقط كتير. بعد كده عندنا في فقرة ودع اول حد معانا وهو اونانا. بص احنا ودع اونانا بقى خلاص. انت دفاع مانشستر يونايتد ومنظومة مانشستر يونايتد عموما استنى بقى لحد ما تتظبط. يعني الله اعلم هتتظبط امتى. استنى بقى لما تتظبط ساعتها نبقى نفكر بقى في اونانا او مارتينيز او لوك شو او الناس دي كلها. ولكن غير كده لا. ما طب انا عليا بايه من ده؟ طيب انا اجيب حارس ب5 مليون وفي الاخر انت عمال 2 و0 و1 و2 و0 و0 باينري سيستم يعني. ودعوا بقى خلاص. اللعيب اللي معانا بعد كده هو تشيلويل مهم جدا هجوميا ومفيد جدا هجوميا، ولكن المشكلة ان دفاعهم مش حلو. دي مشكلة. تاني مشكلة ان ما تفهمش بقى في مشكلة ما بينهم وما بين بوتشنتيني ولا في ايه. بيطلعوا ما بين الشوطين او مش ما بين الشوطين، بيطلعوا مثلا قبل الدقيقة 60 او على الدقيقة 60 يروح مخرجه. الماتش اللي فات شفناه ما راح ملعبهوش خالص اصلا ونزله من على الدكة، نزل راح واخد انذار.
فانتوا هتفضلوا انتوا وهو بيتبدل والكلام ده، لا ما خلاص، هو لو هيفضل يجيب نقطة بسبب ان انت بتبدله فما بيجيبش الكلين شيت ولا بيلحق ان هو يجيب حاجات هجومية سواء اجوان او اسيستات، لا خلاص يبقى انت بيعه. بعد كده عندنا كمان في خط النص وبرناندو اتصاب، فغالبا هيقعد شوية مش هيلعب، فانت ودعه علشان اتمنى ان انت ما تكونش رحت جبته بعد ما جاب نقط الجولة اللي فاتت، ولكن هو اتصاب فللأسف انت لازم هتبيعه او هتركنه على الدكة بقى. بس طبعا انت لو بتحافظ على تغييراتك لحد اخر وقت فانا بنصحك ان انت ما تجيبوش طبعا لان هو اتصاب. وفي الهجوم عندنا اتنين دول تقريبا اكتر اتنين انا صبرت عليهم السنة دي، وصبرت عليهم لحد ما بقيت بغرق في الترتيب، وهما نيكولاس جاكسون وايزاك. هنتكلم الأول عن نيكولاس جاكسون. انت ما هنعمل ايه طيب؟ انت الكور بتروح لك قدام الجون مفيش، وبتاخد انذارات، يعني انت كل ماتش بتاخد انذار، ده اول ماتش ما تاخدش فيه انذار تمام. كل الكور سهلة جدا وبتضيعها، طب ليه؟ يعني انا ليه اعمل في نفسي كده؟ ليه ما في واحد بيجيب نقط كتير جدا جدا جدا؟ انا ليه ما يعني انا ليه صابر عليكم وما بجيبوش ومضيع على نفسي كل النقط دي؟ وايزاك كمان نفس الكلام. ايزاك ابتدينا بقى كمان نشوف ان هو بيروتيت علشان يلعب دوري الابطال، فابتدى بقى الروتيت مع ويلسون، وده يلعب ماتش وده يلعب ماتش. فلا شكرا، بس خلاص كده طالما انتوا ابتديتوا في المرحلة دي، لا خلاص كده احنا هنضطر ان احنا نودع ايزاك كمان. اخر فقرة معانا وهي فقرة الحق اول لاعب معانا في الفقرة دي، وهو لينو حارس فولهام. دفاع فولهام وحش بيروح عليه بهجمات كتير، ولكن لينو بيتصدى لاغلب الكور دي، وبالتالي بيطلع بسيفز كتير وممكن يطلع ببونص. فهو بيتروح عليه كتير، ولكن انت اصلا مش لاقي حراس. يعني انت احسن حراس دلوقتي في اللعبة مين؟ لينو واريولا مثلا، والاتنين بيتراح عليهم بكور كتير. فانت المشكلة يعني انت مضطر بقى ان انت تروح لنقطة السيفز عشان تحاول تجيب اعلى سيفز او اعلى بونص ممكن يتجاب. فهو لينو حاليا هو احسن حد في الحتة دي. وبعد كده عندنا من المدافعين بوتمان. ماتشات نيوكاسل ابتدت تبقى اسهل شوية، ابتدوا يجيبوا كلين شيت، الموضوع ابتدى يبقى اسهل معاهم. شفناهم في دوري الابطال ما عملوش ماتش حلو، ولكن قدروا ان هم برضو يطلعوا بالكلين شيت، سواء بسبب قوة دفاعية او بسبب ان ميلان لعبت ماتش وحش، ولكن في الاخر قدروا يطلعوا بالكلين شيت. وقبلها في الدوري كمان قدروا يطلعوا بالكلين شيت، وهيخشوا هيبداوا ماتشات كويسه. فانت بوتمان رخيص، وكمان عنده ان شاء الله ماتشات سهله شويه، وان هما ممكن يبداوا يمسكوا فورمه، فده كويس معانا لان برضو ما فيش حد بيجيب كلين شيتات تقريبا. فاحنا نبدا بقى نروح نجيب اللعيبه دي. بعد كده عندنا في خط النص صلاح اعتقد ده بقى الوقت اللي انت ممكن تجيبه فيه. ماشي، صلاح الماتش اللي فات كان ارقامه وحشه جوه الماتش قبل ما يجيب الاسيستات. يعني انت لو رجعت على ارقامه قبل الاسيستات، ارقامه كانت وحشه وكانت بتقول ان هو عامل ماتش وحش، ولكن في لقطه واحده عمل اسيست، في التانية اسيست، في التالتة كانت المفروض تتحسب له اسيست ولكن اتشالت منه. فانت في اخر الماتش هو قدر يطلع باللمسه دي، وانت كده كده اصلا ما عندكش الناس اللي بتجيب نقط، ومعاك اكيد فلوس كتير في البنك. فاحنا بقى نروح نجيب ناس حتى لو هي مقضيها اسيست ولا اسيستين ولا الكلام ده كله. انت مش منتظر من صلاح بكل الفلوس دي انه يبقى بيعمل اسيستين ولا حاجه، انت منتظر منه يجيب اجوان كتير، ولكن ما انت مش لاقي اصلا حتى الاسيستات دي، فانت مضطر ان انت تروح تجيبه. واخر لاعب معانا وهو المهاجم خليفة اجويرو، الفاريز خلاص بقى لازم يتجاب. الفاريز لازم يتجاب. انا بلوم نفسي كل شوية ان انا كنت مسايب جاكسون وايزاك، واقول لا استنى على الفاريز شوية، ممكن يقعد دكة، ممكن يعمل روتيت. لا هي الحمد لله كمان ماشية معاه. برناندو بيتصاب، فودن قبلها يتصاب، مش عارف قبلها جريليش يتصاب، فهي ماشيه معاه. غير ان دي بروين اصلا مصاب فهو بيلعب مكان دي بروين، ولكن اللعيبه كمان اللي ممكن يروتيت معاها علشان الحركات بتاعت جوارديولا بتتصاب. فالفاريز اساسا اكتر واحد لعب تقريبا وقت من المهاجمين او خط النص في طول الدوري السنه دي، فانت هو اكتر واحد كمان بيلعب وجاي بنقط كتير جدا ومهم جدا، سواء جوان سواء اسيستات، خطر جدا جدا جدا. فلازم الفاريز يبقى في فرقتنا، لازم زي هالاند بالظبط يبقى معاك الفاريز. وبس كده، ده كان كل اللي في فيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الكوره وعن الفيفا وعن الفانتسي. سلام.